ما تيجوا نحكي قصه الحلقه الثانيه في الكيمياء العضويه معانا النهارده بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. اللي عنده مشكله في العضويه باذن الله لو استمريت معانا في هذه السلسله ان شاء الله العضويه هنجيبها في شوال. مش محتاجه اقول للناس اللي قاعده بتتفرج من غير ما تكتب، انا شايفاكم دلوقتي. كنتش فاكرين نفسكم قاعدين بتتفرجوا على مسلسل بحق وحقيقي؟ انتوا عارفين الكيمياء العضويه عليها نص الامتحان، يعني ورقه وقلم زي شاطر كده وتكتب الكلام اللي انا بقوله، اكتبه حتى زي ما انا بقوله باللغه العاميه. انت هتيجي لحد ما توصل للعضويه هتلاقي نفسك اصلا باذن الله مخلصها. فتخيل انت مخلص الكيمياء العضويه في فيديو مدته 10 دقائق، انت متخيل انت بتقول ايه؟ اوكي، ما تستهتروش باللي انا بقوله، الكلام ده في منهجكم، وانا اوكي بعمل لكم قصه لذيذه وحدوته علشان بس ما تنسوهاش، لكن انا كل حاجه بقولها موجوده عندك في المنهج، ولكن انا بشرح بطريقه مختلفه سنه. والناس اللي بتسالني هل الفيديوهات دي كافيه وزياده، هي كافيه ووافيه وشافيه وعافيه وكل حاجه، كل حاجه هي كافيه. اوكي، حتى النهارده في معادله معانا مهمه جدا 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 جدا، هتلاقي في الكتاب شرح لك بالظبط في سطرين، انا بقى هشرحها لك بالتفصيل الممل. المقدمه طويله سنه بس انا كنت مضطره اقول شويه الكلام دول. اوكي، وقفنا المره اللي فاتت لما عرفنا ان الكيمياء العضويه هي كيمياء الكربون. فالمهم نفس الشخص اللي سال فوهلر الحلقه اللي فاتت وقال له هو ليه انكل فوهلر الكربون بيقدر يكون كل المركبات دي؟ فاكرين الشخص ده اللي قال له ليه انكل فوهلر؟ راح الشخص ده لفوهلر برضو قال له معلش انا من ساعه ما سبتك المره اللي فاتت ما عرفتش انام. المهم فوهلر قال له خير، يعني عملت لك ايه؟ يعني كنت واخد منك المخده ولا ايه؟ قال له لا، يعني انت قلت دلوقتي ان الكيمياء العضويه هي كيمياء الكربون، يعني دلوقتي اي حاجه فيها كربون هي كيمياء عضويه. المهم فولر قال له غالبا. قال له يعني ايه غالبا؟ انا دلوقتي عايز اعرف، يعني دلوقتي اي حاجه فيها سي، اي حاجه فيها كربون اول ما اشوفها اقول عليها عضويه؟ فولر قال له بص انا هقول لك 6 حاجات اول ما تشوفهم دي مواد فيها سي يعني فيها كربون بس هي مواد غير عضويه، فانت هتحفظ 6 حاجات دول، اول ما تشوفه في الاختيارات هتعرف ان دي مواد فيها سي ولكنها مواد غير عضويه مش مواد عضويه. قال له طب قولهم لي بسرعه عشان انا كنت فاكر نفسي احفظ ال10 مليون مركب عضوي ونص مليون مركب غير عضوي عشان اعرف افرق ما بين المركبات العضويه والمركبات الغير عضويه، فبالله عليك انجدني كده وقول لي 6 حاجات. المهم فولر قال له ايه؟ قال له انت معاك سيانات، سيانيد، سيوسيانات، كربونات، بيكربونات والكربايد. تاني، سيانات، سيوسيانات والسيانيد وكربونات بيكربونات والكربايد. قال له ال6 حاجات دول اول ما تشوفهم هو اوكي فيهم كربون بس هي مواد غير عضويه. يعني كل الحاجات اللي انت قلتها دي اللي فيها سي اول ما اشوفها اقول عليها مركبات غير عضويه، واي حاجه تانية فيها سي تضمن لي اللي هي وش مركب عضوي. المهم فولر قال له ايوه بالظبط كده، هم دول بس ال6 اللي فيهم سي ومركبات غير عضويه، لكن اي حاجه تانية فيها سي فهي مركب عضوي. قال له يعني دلوقتي السي ال مركب عضوي؟ انا مكاني مش في مصر، انا مكاني مش هنا. طبعا في الحلقه دي كان فولر هيجيله جلطه ويموت، ولكن احنا مضطرين ان احنا نكمل الحلقه دي، فهنقول ان فولر تخطى هذا السؤال عادي جدا. وطبعا هنا الطالب اللي عنده حول في المخ اللي سأل هذا السؤال مقتنع ان السي هو كربون عادي وان ال دي اختصار لكلمه لمبه، لا هي مش كلور، لا مستحيل، اكيد السؤال مش مباشر للدرجه دي يعني. المهم الطالب هبدو، الطالب اللي بيسأل فولر كتير ده اسمه هبدو، لا مش عبده، اسمه هبدو. المهم هبدو قال له يعني دلوقتي اي مركب عضوي فهو فيه كربون، طيب هو كربون بس؟ يعني هو كربون بس كده لوحده؟ قال له طبعا في شويه عناصر كده بترتبط مع الكربون. قال له غالبا في حاجه تانية. قال له يا عم غالبا ايه؟ معلش خليك دقيق معايا، يعني ايه الحاجه التانية؟ انا مش عايز غالبا، ايه الحاجه التانية؟ قال له بص الكربون يا عيني واخد واحد معاه اسمه الهيدروجين، محتاجه خده، مش محتاجه رماه. يعني مثلا دلوقتي الكربون عمل مركب وعمل 3 روابط، فاضل له رابطه، تعالى يلا هيدروجين معايا. طب ارتبط بحاجه وعمل رابطتين، تعالى يلا هيدروجين معايا محتاج 2 منك. طب عمل رابطه واحده، تعالى يلا هيدروجين محتاج 3 منك. فالمهم الهيدروجين يعني مسحول معاه في اي مكان فيه، اللي يحتاجه وخده، ما احتاجوش اهو موجود. تمام، فدلوقتي المركب العضوي معانا دايما بيكون فيه كربون وغالبا هيدروجين. المهم الطالب هبدو يعني قال لفولر يعني مع احترامي ليك، انا مع احترامي ليك، يعني هو انا اي حد يقول لي حاجه صدقها؟ يعني انا دلوقتي المفروض اصدقك واقول ان اي مركب عضوي فيه هيدروجين وكربون؟ اثبت لي، انا ما بصدقش، اثبت لي عملي كده، عملي اثبت لي، ولو اثبتت لي هديك مليون جنيه. طبعا فولر قال له يا عم ما تبطلوا كده بقى، المره اللي فاتت بريزيليس قال لي هديك مليون جنيه وجاله جلطه ومات، ما خدتش غير جلطته بس ما استفدتش منه بحاجه، فمش اي حد بقى قاعد فاضي يقول هديك مليون جنيه. يا عم روحوا بقى، روحوا وربنا يسهل لكم. قال له لا يا عم انا غير بريزيليوس عيب، لو اثبتت لي هديك مليون جنيه وقتي. المهم فولر خد الطالب هبده معاه المطبخ وقال له بص اختار لي اي ماده عضويه وانا اعمل لك عليها تجربه عشان اثبت لك ان اي ماده عضويه فيها كربون وهيدروجين. قال له يا عم خد حته كرتونه، يا عم خد حته زجاج، قال له يا عم خد حته جلد، خد اي حاجه، دي كلها مواد عضويه. قال له تمام هات الماده العضويه، هحتاج بس منك شويه طلبات كده هاتها لي عشان نقدر نعمل التجربه، اكتبها معايا في ورقه. المهم طالب هبدا قال له يعني لما نشوف اخرتها، انا واحد صارف مليون جنيه. قال له انا محتاج انبوبه ومحتاج اكسيد نحاس ومحتاج كبريتات نحاس لا مائيه، اهم حاجه لا مائيه، اوعى تجيبها مائيه، لو جبتها مائيه انا مش عامل تجربه، ومحتاج ماء جير رائق بس. يعني قال له يعني دلوقتي محتاج انبوبه واكسيد نحاس
وماء جير رائق وكبريتات نحاس لا مائيه. المهم الطالب هبده قال له ايه ده بس كده وهتثبت لي فعلا؟ قال له اه. المهم جاب الماده العضويه وحطها في انبوبه، مش انبوبه بوتاجاز، لا انبوبه دي اللي هو طبق غويط ده، تمام، اسمه انبوبه. اوكي، بعد ما جبنا الماده العضويه مع اكسيد النحاس وسخناهم مع بعض طلع غاز. خلينا الغاز اللي معدي ده مررناه مره على كبريتات نحاس لا مائيه ومررناه على ماء الجير الرائق مره. المهم الطالب هبدا قال له معلش بس قبل ما تقولي النتيجه اللي حصلت، هو احنا اشمعنى جبنا يعني ليه جبنا اكسيد نحاس؟ احنا هنعمل ايه باكسيد النحاس؟ طب ما كنت تجيب لي الماده العضويه تسخنها على طول وتقولي اللي حصل، يعني ليه ايه لازمه الاكسيد النحاس ده؟ قال له اصل انا جايب اكسيد النحاس عشان هو عامل مؤكسد. قال له اه تمام بس هو يعني ايه عامل مؤكسد؟ انا مش فاهم برضو. قال له احنا هنا جايبين اكسيد النحاس علشان نسرق منه الاكسجين. قال له اه تمام هنسرق منه الاكسجين، يعني احنا دلوقتي جايبين اكسيد النحاس عشان نسرق منه الاكسجين؟ طب وهنسرقه ليه؟ يعني انا برضو مش عارف ليه. قال له يا عم مش انت مش مصدقني ان اي ماده عضويه فيها كربون وهيدروجين، انا هاخد الهيدروجين اللي هو اصلا موجود في الماده العضويه واروح مفعله مع الاكسجين هيديني H2O، واروح واخد الكربون ان انا اصلا قلت لك ان اي ماده عضويه فيها كربون واروح مفعلها مع الاكسجينيه ان انا سارقها من الايه؟ سارقها من اكسيد النحاس، هيديني CO2. يبقى انا دلوقتي خدت ايه؟ يبقى انا دلوقتي معايا H2O ومعايا CO2. قال له انا مش فاهم، انا تهت منك دلوقتي، انا مش فاهم حاجه. قال له يا عم احنا جبنا ماده عضويه، اي ماده عضويه اللي انا بحاول اقنعك ان اي ماده عضويه فيها ايه؟ فيها كربون وهيدروجين، وفعلناهم مع اكسيد النحاس. لازم اكسيد النحاس هنا ان انا اسرق منه الاكسجين عشان افعله مع الكربونايه وافعله مع الهيدروجينيه ويديني بخار ميه ويديني ثاني اكسيد كربون. قال له اه تمام انا فهمت. قال له يعني احنا دلوقتي جايبين الاكسيد النحاس يعني بنستغله عشان نسرق منه الاكسجين؟ قال له تصدق فهمت، انا ما كنتش فهمت. بس في سؤال تاني برضه، انا اسف يا انكل مع احترامي ليك، هو احنا ليه جبنا كبريتات نحاس لا مائيه؟ يعني اشمعنى لا يعني اشمعنى كمان لا مائيه؟ يعني ليه كبريتات نحاس وليه لا مائيه؟ المهم هنا فولر قال له هو انت لما بتحب تكشف عن اللبن المغشوش بتعمل ايه؟ قال له مين قالك ان انا بكشف على اللبن المغشوش؟ انا بجيب اللبن واشربه على طول، انا حتى ما بغلوش حضرتك. يعني ايه بكشف على اللبن المغشوش ده؟ قال له يعني احنا دلوقتي لو جبنا كبريتات نحاس لا مائيه حطيناها في اللبن، هي كبريتات نحاس لا مائيه بيضاء حطيناها في اللبن هتتحول لون الازرق. قال له انا مش فاهم حاجه، هتتحول لون الازرق ليه؟ قال له لو اللبن مغشوش فمعناه كده ان فيه ميه، فاحنا بنجيب كبريتات النحاس اللامائيه البيضاء بنحطها في اي حاجه فيها ميه بتتحول لون الازرق، فلو جبناها ومررنا عليها بخار الميه اللي هو طالع من احتراق الماده العضويه مع اكسيد النحاس هتتحول للون الازرق. قال له تصدق فهمت، يعني دلوقتي جبت كبريتات نحاس لا مائيه عشان اكشف عن الهيدروجين اللي موجود، الهيدروجين اللي هو يعني بخار الميه ان انا خدت الاكسجينيه سرقتها يعني منها؟ قال له ده؟ قال له اه بالظبط. قال له تمام، يعني انا دلوقتي عرفت اهميه كبريتات النحاس اللامائيه بيضاء. قال له اه تمام. طب وبالنسبه لماء الجير الرائق احنا جايبينه ليه؟ احنا دلوقتي طب ليه جبنا ماء الجير الرائق ده بقى؟ مش احنا خلاص عرفنا ان الماده العضويه فيها هيدروجين عن طريق ان احنا جبنا كبريتات نحاس لامائيه بيضاء ومررنا عليها ال H2O اللي هو بخار الميه ده اللي هو فيه هيدروجين فتحولت من بيضاء لزرقاء. طب وماء الجير الرائق ده احنا جبناه ليه؟ قال له هو انا مش انا قلت لك لما فعلنا الماده العضويه مع اكسيد نحاس وسخناهم فوت طلع كربون وهيدروجين؟ انت ما صدقتنيش. الهيدروجين اثبتت لك اهو. طب بالنسبه للكربون مش احنا كونا CO2 هنمرره على ماء الجير الرائق، ايه اللي يحصل له؟ تخيل انت مش انت مذاكر باب تاني؟ تخيل ايه اللي يحصل له. قال له ايه الباب التاني ده؟ انا ما اعرفش، انا كل معلوماتي عن الكيمياء اصلا ان رمز الميه H2O. هو ايه اللي حضرتك بتقول؟ يعني ايه باب تاني؟ انا مش فاهم حاجه. يعني انا دلوقتي خلاص مش هفهم عضويه كده عشان انا مش مذاكر باب تاني؟ لا انا هفهمك. ثواني انت خدت ان ماء الجير الرائق لما بيعدي عليه CO2 مش بيتعكر ماء الجير الرائق؟ مش انت خدت كده؟ مش انت اصلا واخد ان ماء الجير الرائق ده الرمز الكيميائي بتاعها هيدروكسيد كالسيوم؟ طب هيدروكسيد الكالسيوم ده لما تفاعله مع ال CO2 هيتحول ليه؟ هيتحول لكربونات كالسيوم. طب مش انت خدت ان كربونات الكالسيوم راسب ابيض؟ طب انا اتكون راسب، طب راسب معناه ان الميه الجير او ميه صافيه بقى فيها راسب فبقت تعكرت ماء الجير، فتعكر ماء الجير فده دليل على وجود الكربون. قال له تصدق اقتنعت، انا فاهم، انا فاهم بجد احنا جبنا ده ليه وعملنا ده ليه. طيب ممكن بس معلش بقى يعني هسالك كام سؤال تاني بس ما تتعصبش، انا اسف، ممكن تهدى لي تاني عشان حاسه ان انا اتلخبطت. قال له بص يا عم احنا دلوقتي هنجيب انبوبه هنحط فيها اي ماده عضويه وهنحط معاها اكسيد نحاس، هنسخنهم هيطلع خليط من الغازات هنمرره على كبريتات نحاس لا مائيه وماء الجير الرائق. قال لك الملاحظات ان كبريتات نحاس لا مائيه البيضاء تحولت لكبريتات نحاس مائيه زرقاء، وان ماء الجير تعكر، وطبعا ادام تعكر ماء الجير دليل على وجود السي ودليل على وجود الكربون، لان CO2 لما بتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو ماء الجير الرائق بيتحول عندي كربونات كالسيوم، وكربونات الكالسيوم ده اللي هو راسب ابيض. تمام كده؟ قال له تمام. قال له طيب انا عايز اسالك سؤال، طب احنا دلوقتي لو شلنا مثلا الاكسيد النحاس اللي احنا دلوقتي جايبينه اللي هو CuO ده، لو احنا مثلا شلناه وحطينا مثلا اكسيد حديد 3 مثلا،
ايه اللي هيحصل؟ قال له مش هيحصل حاجه. قال له ايه؟ قال له عشان اصلا نعمل التفاعل ده احنا محتاجين نسخن عند درجه حراره عاليه جدا. هو انت ناسي ان الحديد عامل مختزل؟ ما اخدتش الحديد عامل مختزل؟ طيب مش احنا عشان نختزله اصلا شفت كنت بنسخنه عند درجه حراره 700؟ فاكر انت الكلام ده؟ احنا دلوقتي اصلا جايبين اكسيد النحاس عشان هو عامل مؤكسد، سهل ان احنا نسرق منه الاكسجين بسهوله. قال له تمام ماشي. قال له دلوقتي يعني انا ما ينفعش اجيب عامل مختزل لانه هيبقى التفاعل صعب ان انا اسرق منه الاكسجينيه، يعني ممكن اجيب عادي اي عامل مؤكسد اقوى من السي يو. قال له يعني ممكن اجيب اي جي؟ قال له قشطه، ده يبقى زي الفل، ده عامل مؤكسد اقوى من السي يو، قشطه كده معانا. انت كده بدات تفهم. قال له تمام حلو قوي. قال له طب ممكن مثلا اشيل الهيدروكسيد كالسيوم اللي هو الماء الجير الرائج ده واحط مثلا بداله هيدروكسيد باليوم؟ قال له بالظبط لانه برده هيعمل راسب. قال له حلو الكلام ده، الصراحه انا فاهم، الصراحه انا فهمت المعادله. المهم الطالب هبده هم كده خلاص بعد ما عملوا التجربه لاحظ ان الانبوبه فيها حاجه لونها احمر. قال له ايه ده يا عم فولر، هو ايه الاحمر ده؟ انت ما قلتليش. لا انت ما قلتليش بقى، لا انت مش هتاخد المليون جنيه باين عليك، انت ما قلتليش كل حاجه. قال له يا عم ثواني بس. قال له ده النحاس. قال له يا ايه النحاس ده؟ قال له مش احنا جبنا اكسيد نحاس؟ هو اصلا اكسيد النحاس اللي احنا جبناه لونه اسود، اكسيد نحاس لونه اسود، لكن لما خدنا يعني الاكسجينيه وسيبنا السي يو لوحده قال له غور احنا مش عايزينك، اتحول للونه الاحمر. هو اصلا لونه احمر، النحاس لونه احمر، لما احنا بنحطه مع الاكسجين بيبقى اكسيد نحاس لونه اسود. قال له تمام. قال له طب بس ممكن يعني لو مش هلخبطك تقول لي الالوانات اللي معانا؟ قال له يا عم اكسيد النحاس لونه اسود، النحاس لونه احمر، كبريتات النحاس اللامائيه لونها ابيض، كبريتات النحاس المائيه لونها ايه؟ لونها ازرق، وكربونات الكالسيوم راسب ابيض. قال له تمام قشط، ده كده قشطه قوي، قشطه انا فاهم، انا فاهم، انا مبسوط من نفسي. قال له تمام ماشي، يعني عايز اسالك كام سؤال كده، هو ايه اللي هيحصل دلوقتي لكتله اكسيد النحاس؟ قال له يا عم انت غبي، هو انا مش لسه قايل لك ان اكسيد النحاس اللي هو سي يو او خدنا منه الاو اهو، يعني كتلته كانت كبيره خدت منه الاو بقت كتلته صغيره. قال له تمام. قال له طب وايه اللي حصل لكبريتات النحاس اللامائيه؟ يعني ايه اللي حصل لها؟ قال له يا عم طب وانت هبل تاني، يعني كبريتات نحاس لامائيه حطيت عليها ميه، يعني ضفت لها ميه، ايه اللي هيحصل لكتلتها؟ قال له اكيد هتزيد. قال له برافو صح برافو. المهم فولر قال للواد هبده ايدك على المليون جنيه، مش اثبت لك ان اي ماده عضويه فيها كربون وهيدروجين؟ قال له لا ثواني بس، عشان ايه انا ما اتفقناش على كده، انت اثبتت لي بس لسه في اسئله كتير جدا عايز اسالك فيها. ماما فولر قال له يعني ايه؟ قال له يعني ان شاء الله قبلك الحلقه الجايه بقى بسالك ان انا عايزه، لكن انا لحد دلوقتي الصراحه مش مقتنع. الحلقه الجايه كده في كام سؤال هسالك عليهم، جاوبت لي عليهم هديك المليون جنيه، ما جاوبتليش عليهم مش هتاخد حاجه. قشطه. كده تكون الحلقه بتاعتنا خلصت. اتمنى تكون فهمت المعادله دي بطريقه بسيطه، وانا متاكده ان انا شرحت لك فيها كل حاجه حرفيا، مش هتلاقي كتاب اصلا شرح الحاجات دي، بس انا حبيت اشرح لك كاني بشرح لطالب ما فتحش كيمياء. لا هو انت ما فتحتش كيمياء بس طالب مش فاهم كيمياء، انت مش فاهم كيمياء برضه. حبيت اشرح لك الحاجه بتفصيل. اوكي، فلو عجبك الفيديو شيره لاصحابك. انا عايزه كل الفيديو ده يعني اي حد تعرف ثالثه ثانوي ابعت له الفيديو، لعل وعسى ما يكونش فاهم الجزئيه دي ويفهمها بسببك وناخد الاجر انا وانت. وبتمنى كمان تدعوا لي عشان انا بجد لسه طالعه من دور برد قوي جدا، حتى لو لاحظتوا ان الفيديو بتقطع كتير، ان انا لما بتكلم اكتر من 5 دقايق بتعب، فبضطر ان انا اوقف الفيديو واستريح. يعني انا الفيديو بقاله 3 ساعات بيصور مع انه ممكن مدته 10 دقايق. تمام، فبحبكم جدا جدا جدا. باي باي.